في سؤال بيطارد كل واحد فينا بعد كل محاولة فاشلة أو بعد تعب طويل ما جابش نتيجة. أنا ليه فشلت؟ هل أنا كسول ولا مش قد المسؤولية؟ هو العيب فيا ولا يمكن الظروف هي السبب؟ ومعظم الناس دايما بتركز على سببين، يا إما إحنا مش بنبذل مجهود كفاية أو إن الدنيا ضدنا. فضيالك طبعا، لكن الحقيقة إن الفشل له أسباب كتير، وعلشان نفهم ليه بنفشل محتاجين نبص بعمق شوية، لأن الأسباب مش دايما سطحية ومش دايما إحنا السبب الوحيد. تعال نعرف مع بعض أبرز الأسباب اللي ممكن تخليك تفشل حتى وإنت بتبذل مجهود كبير. فصل على النبي وجهز مشروبك وتعال نبدأ الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حديث جديد من أحد تهمك. بسم الله. خلينا نبدأ على طول بأول سبب، وهو المثالية الزايدة أو الكمالية. لما تبقى عايز كل حاجة تمشي 100% من أول خطوة لآخر خطوة، فغالبا مش هتبدأ أصلا. مش مصدق؟ خد مثال، واحد عايز يفتح قناة يوتيوب يقعد شهور يخطط شكل الاستديو، المايك، الكاميرا، حتى لون الشراب اللي هيلبسه قدام الكاميرا، وبعد كل ده عمره ما بينزل اول فيديو. وده لانه مستني اللحظة المثالية اللي مش هتيجي، ولو صور واتلخبط في كلمة يحذف الفيديو كله ويقول لك يا ريتني ما اتولدت بدل ما يتعلم. والنتيجة طبعا انه ما بتقدمش خطوة واحدة. المثالية بتشلك حرفيا، بتخليك خايف تبدأ علشان خايف تغلط، والأسوأ انك حتى لو بدأت بتفضل مرعوب من الغلط، ومع اول مطب صغير توقف وتقول انا كده فشلت. السبب الثاني المبالغة في التوقعات. لما تبدأ مشروع أو هدف وعينك على النتيجة الكبيرة بس هتتعب بسرعة، هتتوقع أنك توصل في شهر، والواقع أن ده ما بيحصلش. واحد بدأ يتمرن في الجيم وبعد أسبوعين يبص في المراية يلاقي نفس الكرش واقف ثابت في مكانه، يقول لك صحيح الجيم ده نصيب. هو نسي ان اي تغيير حقيقي محتاج شهور من الصبر. فاللي يحصل يحس انه فشل وانه بضيع وقته ويوقف، رغم انه كان ماشي صح ومحتاج بس شوية وقت. يعني باختصار هو كان بيجري صح بس جري على امل نتائج سريعة، والنتيجة احباط وفشل. السبب الثالث الدافع اللحظي. احيانا بنتحمس فجأة بسبب فيديو تحفيزي شفناه او كلمة مؤثرة سمعناها زي فوق، ما ينفعش تفشل، لازم تنجح، هتوصل، قوم اتحرك وما تخليش حد يضحك عليك. سامحني طبعا على اللي حصل ده، بس انا حبيت اوضح. تلاقيك بعد الفيديو واقف قدام المرايه بتزعق في نفسك، انت البطل، انت اللي هتغير العالم، قوم دلوقتي، وتقوم جاري على الدفتر وتكتب خطط 5 سنين قدام. بس بعد يومين اول ما يجي الملل تلاقيك بتأنتخ على الكنبه وتقول يلا نبدا من السبت اللي جاي ان شاء الله. وده مش معناه انك مش ذكي او فاشل او مش قادر، المشكله انك ما عندكش نظام. انت كنت متحمس ولما الحماس اختفى ما لقيتش حاجه تمشيه. النجاح محتاج نظام، مش مجرد لحظه حماس مؤقته بتختفي بسرعه. السبب الرابع هو الخوف من النجاح. انت سمعتها صح، الخوف من النجاح مش الفشل. في ناس بتخاف تنجح. ليه؟ لان النجاح معناه مسؤوليه اكبر. لو نجحت فانت لازم تحافظ على مستواك اللي مغرق الدنيا في كل مكان. فالدقيق من جواك بتقول طب انا ايه اللي يخليني يا اولاد ادخل في الهم ده؟ خليني عادي زي ما انا كده مبسوط وهادي والدنيا زي الفل. ودي رساله اللي بفكر كده، من فضلك اوعى تنجح، كمل حياتك كده، انت زي الفل، والله انت باشا. السبب الخامس هو المقارنة المستمرة. لما تبص على غيرك أكتر ما تبص على نفسك وتشوف اللي سبقوك تبدأ تحس إنك متأخر. واحد بدأ مشروع صغير يفتح انستجرام يلاقي غيره عنده متابعين بالآلاف، فيحس إنه متأخر رغم إنه لسه في أول سنة. المشكلة إنك بتنسى إن الناس دي بدأت قبلك بسنين أو حتى عندها ظروف تانية، وتفتكر نفسك فاشل وفي الآخر للأسف بتوقف. واخر سبب هو غياب المعنى. في ناس بتجري ورا اهداف مش بتاعتهم اصلا. عايز يبقى غني بس مش عارف ليه، عايز يبقى مشهور بس من غير رساله، فلما يتعب ما يلاقيش سبب يكمل. علشان شاب قرر يدخل كليه معينه علشان الناس شايفينها مستقبل، بس هو مش حاببها، مش شايف نفسه فيها. النتيجه فشل وتعب واحساس انه تايه. وفي النهاية يا رفيق الحديث أحب أقول لك إن الفشل مش دايما بسبب الكسل. أحيانا بنفشل لأننا شايفين الصورة غلط، أو حاطين معايير مش واقعية، أو ماشيين في سكة مش بتاعتنا أصلا. فاسأل نفسك بعد كل محاولة فاشلة، أنا فعلا حاولت ولا كنت بستنى الكمال؟ كنت بصبر فعلا ولا كنت عايز النتيجة بسرعة؟ كنت ماشي في سكة فعلا بحبها ولا كنت بجلد حد تاني؟ ولازم تعرف برضو إن محدش بينجح من غير ما يفشل الأول. الفشل مش ضد النجاح، ده جزء منه. اللي بيوصل هو اللي وقع وقام، مش اللي عمره ما وقع. بس كده يا رفيق، ما تنساش تنورني باشتراكك لو لسه مش مشترك، وخد لك لفة على اللي فات واستعد للي جاي. محتاج حاجة؟ لو في بالك حاجة سيبها لي في الكومنتات تحت. أشوفك قريب في حديث جديد من حديث تهمك، والسلام عليكم.